السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلوى المطيري. بحب أقول إن من ناحية شروطي للشخص اللي راح يكون أبو طفلي، عندي شرطين بس، وهذا الشيء أنا ماخذ فتوى من الشيخ فيه. الشرط الأول طبعا عقد رسمي، هذا شيء جرانتي، شيء أكيد. الشرط الثاني إن جاب الطفل يكون عن طريق تلقيح صناعي، يعني الزوج لا يلمسني ولا ألمسه، نجيبه عن طريق تلقيح صناعي. ليش؟ لأن أنا بصراحة أكره الرجل خص في المواضيع هذه. يعني المحنة محنة، مش لازم يعني مش لازم تنطبق عليها الظروف، لكن محنة. بتقولين أنت محتاجة رجل يحميك، أقدر أوظف لي 20 واحد يحميني، ماني محتاجة الحمد لله. لكن الطفل لازم يكون له أب، وهذا الشيء يكون بعقد رسمي، وإنجابه راح يكون عن طريق التلقيح الصناعي. هذا شرطي. وأنا سأله شيخ دين وقال لي أهم شيء عقد رسمي، يعني شهود وعقد كامل، وثاني شيء لازم الطفل يعترف فيه أبوه. بس قال لي هذا مثل طفل الأنبوب، بس أنا مو طالبة طفل الأنبوب، أنا طالبة التلقيح الصناعي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ولية، أحسن شغلانة ليكي تولولي عشان تبقي بتنفذي اسمك الولية.